بسم الله الرحمن الرحيم. غسلت الشعير كويس جدا جدا جدا، ونقيته الاول طبعا، وشلت منه اي طوب او اي زلط فيه، وحطيته في مصفى كده وصفيته في مصفى، وهحطه في حله. تمام. وهجيب ميه بتغلي كده من الغلايه على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، يعني حوالي 3 4 معالق كده من الشعير. تمام، عليهم لتر ميه او لتر ونص، معالق كبيره. هسيب الشعير منقوع كده في الميه اللي بتغلي. تمام. حبايه الشعير كده هتنفش معايا. تمام. واول ما احطها تغلي على النار هتطلع كل الفوائد اللي فيها، وهيبقى لون الميه كده بتاعتها رايق وحلو، وتحسي ان هي تقيل، تحسي ان الشعير تقيل. دي الطريقه الصح ان انت تشربي بيها كوبايه شعير مظبوطه. تمام. بعد ما تبرد الميه خالص اللي بتغلي ببتدي احط على النار. هحطه على النار، شايفين الحبايه بتاعت الشعير تحس ان هي كبرت شويه او نفشت. تمام. دي الطريقه الصح لعمل الشعير.